بسم الله الرحمن الرحيم. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب يكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل فيديو توفير التوفير ومن العيار التقيل بحاجة كنا بنرميها كلنا، هنستفيد بيها النهاردة في الفيديو ده. وهتملي بطرمان زي اللي انت شايفاه كده، وبطريقة سهلة جدا وعبقرية، وان شاء الله الفيديو النهاردة هيعجبكم. عايزة منكم بقى ان شاء الله تشجيع ليا كده اهو. هنسمي بسم الله. هنجيب اولا قشر التوم يا جماعة اللي هو الخارجي ده زي انا ما وريتكم في الفيديو الاولاني، وهنحطه في الصينية كلها كده زي ما انتوا شايفين. هنفرقه كده اهو يا جماعة. وبعد كده هنحطه على نار هادية في البوتاجاز لحد ما اتحمص كده يا جماعة. تمسكوه كده تلاقوه ان هو ناشف، وتفركيه بايديكي تبص تلاقيه زي البودرة في ايدك كده. بعد كده هنجيب الكبة بتاعتي بتاع الخلاط وهنضربه كده في الكبة زي ما انتوا شايفين كده. هنطحنه لحد ما يكون ناعم جدا، ونجيب مصفى ضيقة ونعمله زي ما انتوا شايفين كده اهو يا جماعة. شايفين بسم الله ما شاء الله، والريحة بقى قوية جدا يا جماعة. لو حطيتوا ربع معلقة كأنكم حاطين معلقة كاملة، وهيوفر معاكم كتير جدا جدا. وفي فكرة تانية برضو للي مش حابب مثلا اللي هو يعمله في مصفى، يحط عليه رشة ملح كده بسيطة زي ما انتوا شايفين. ده برضو بيساعد على ان هو يطحن بسرعة وبكل سهولة. اللي مش حابب ان هو يعمله بمصفى وعايز يخلص بسرعة فيعمل الحركة دي، وبرضو بيديني زي ما انتوا شايفين كده ناعم وجميل اهو يا جماعة. زي ما انتوا شايفين المقدار عمل معايا قد ايه من حاجة كنا بنرميها ومش بنستفاد بيها. دي حاجة اقتصادية خالص اهي، مش هنحط فيها اي فلوس ولا اي حاجة. كده كده القشر عندي وكنا بنرميه. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، وعايزة لايك وشير واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.